لازم تقعدي مع نفسك وتسألي نفسك الأسئلة اللي هقولك عليها دلوقتي، عشان لازم يبقى في تغيير في حياتك. وخلي بالك، مش لازم حياتك تكون متدمرة عشان تقولي ان انا عايزة اغير حياتي. ممكن حياتك تبقى تمام نوعا ما، بس انتي لازم تبقي افضل، لازم تبقي احسن. اسألي نفسك انا فين دلوقتي، وهل انا راضية عن المكان اللي انا فيه دلوقتي ده ولا لا؟ انا فين دلوقتي؟ يعني انا فين في حياتي في كل حاجة؟ انا فين من صحتي؟ انا فين من علاقاتي؟ انا فين من الدخل المادي بتاعي؟ انا فين من شغفي واحلامي؟ انا فين من كل حاجة؟ شوفي انت فين، وهل انت راضية عن المكان اللي انت فيه دلوقتي ده ولا لا؟ ولو لا، لازم تعرفي انت ليه مش راضية. السؤال التاني اللي بيكشف بقى علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع اللي حواليكي، وهو امتى كان اخر مرة ضحكتي فيها من قلبك؟ ممكن تكون كانت مع حد عزيز على قلبك، ممكن تكون كنتي لوحدك وانتي مثلا بتتفرجي على فيلم بتحبيه. في جميع الاحوال اجابتك على السؤال ده هتلفت نظرك لحتة مهمة قوي في حياتك. زي ما الانسان بيكون متضايق قوي فبيعيط، فالإنسان برضو لما بيكون مبسوط قوي ومرتاح قوي بيضحك قوي من قلبه. واللحظة دي خلي بالك ما بتجيش بالساهل وما بتجيش مع أي حد. فجاوبي على السؤال ده، ولو قدرتي تفتكري فانت كده تمام. لو ما قدرتيش تفتكري انت آخر مرة ضحكتي امتى من قلبك بجد، فانت محتاجة فعلا تشتغلي على نفسك وعلى حياتك الاجتماعية. السؤال الثالث، ايه الحاجة اللي هتندمي انك ما عملتهاش لو النهاردة كان اخر يوم في حياتك؟ السؤال اللي بعديه، ايه النصيحة اللي حد قالها لك قبل كده وفضلتي متجاهلاها سنين ودلوقتي فهمتي معناها وجه الوقت دلوقتي انك تعملي بيها؟ لان ساعات كتير قوي في حياتنا ناس بتنصحنا، بتبقى عايزة فعلا تساعدنا، بس احنا ما بنبقاش اخدين بالنا من النصيحة دي، ايه اللي هم بيقولوه ده، او بنستهون. ولكن بيجي علينا وقت في حياتنا افتكر يا ريتني سمعت كلام الشخص ده لما قال لي اعملي كذا. وساعات بنفهم النصيحة دي بعد ما بندفع الثمن غالي قوي. النقطة اللي بعدها، ايه هم اهم 3 دروس اتعلمتيهم في حياتك بعد ما دفعتي الثمن غالي قوي؟ اتعلمت ان اللحظة اللي بتروح ما بترجعش، واتعلمت كمان بعد وجع ومقالب كتير قوي في حياتي من ناس، ان الناس بتوريكي نفسها من البداية، بتبقى عمالة تقولك انا هو، بيعملوا حاجات، بيقولوا حاجات، بيوروكي نفسهم. فعايزة اقولك صدقيهم، صدقي اللي هم بيعملوه ده، وخدي بالك كويس قوي، وما تضحكيش على نفسك وتقولي لا اكيد مش قصدهم يعملوا الحاجة دي. مش لازم تستني لحد ما تتوجعي، مش لازم تستني لحد ما تتوجعي قوي عشان تتعلمي. في حاجات كده من البداية كده لما بتعرفي اي حد بتبقى باينة وواضحة، وربنا بيبقى موضح لك كل شيء. اتعلمت كمان احب نفسي واشتغل عليها واطور منها، واكتشفت ان كل ده جاي من جوايا انا، جاي من ان انا مصدقة نفسي، جاي من معاملتي مع نفسي. السؤال اللي بعده، ايه اللي انت هتعمليه لو اكبر مخاوفك بقت حقيقة؟ اسألي نفسك انت النهاردة ايه اكبر مخاوفك، وايه اللي انت هتعمليه لو اللي انت خايفة منه ده حصل. وخدي بقى وقتك في الإجابة على السؤال ده براحتك، لأن السؤال ده فعلا ممكن يغير حياتك للأبد. لازم تبقي عارفة انت النهاردة ايه أكبر مخاوفك، ولو أكبر مخاوفك دي بقت حقيقة انت هتعملي ايه. السؤال اللي بعده، ايه أكتر حاجة انت ممتنة ليها في حياتك؟ ايه الحاجة اللي بتعوزي تقولي احمدك واشكرك يا رب، بشكرك يا رب ان انا عندي الحاجة دي، ويكون الامتنان ده فعلا طالع من قلبك. النقطة اللي بعدها، اسألي نفسك ايه اكتر حاجة بتضايقني، ايه اكتر حاجة بتستفزني، وليه؟ ليه الحاجة دي بتضايقني؟
ليه الحاجة دي بتستفزني؟ وايه اللي انت ممكن تعمليه؟ اسألي نفسك ايه الجوانب اللي في شخصيتي لازم تتغير، الحاجات اللي انا عارفة انها لازم تتغير. انا لازم اغير من شخصيتي في كذا وكذا وكذا، لازم ابقى عارفة ايه الجوانب اللي في شخصيتي لازم اشتغل عليها. اسألي نفسك هتعملي ايه في حياتك لو فاضل من عمرك سنة واحدة بس، واعملي لنفسك بلان، خطة، وشوفي ايه المفروض ان انت تعمليه فيها. ووعدك انك لو حطيتي خطة فعلا لحياتك هتتغير، انتي هتتغيري تماما، نفسيا وجسديا وروحانيا وكل حاجة. اسألي نفسك هل انتي في وسط الناس بتكوني نفسك ولا بتكوني خايفة ان انتي تكوني نفسك؟ ولو خايفة فخايفة ليه؟ ايه الحاجات اللي بتخليكي تبقي حد تاني؟ ايه الحاجات اللي بتخليكي مثلا تسكتي على حاجة انتي مش عايزة تسكتي عليها؟ او ايه اللي بيخليكي تتجاوبي مع حاجات انتي مش عايزة تتجاوبي معاها؟ لو انتي في وسط اللي حواليكي بتكوني نفسك فانتي تمام ومش محتاجة حاجة. لكن لو لقيتي ان انتي فعلا مش بتكوني نفسك فلازم تعرفي ليه وتعمقي قوي في اجابة السؤال ده، لان جواها هتلاقي حاجات كتيرة قوي لازم ان انتي تشتغلي عليها. اسألي نفسك ايه اللي انت عملتيه في اخر فترة في حياتك، وهل انت فخورة بده ولا لا؟ هل انت مبسوطة باللي انت بتعمليه ده ولا لا؟ اسألي نفسك ايه الحاجة اللي انت عملتيها عشان تتحدي بيها نفسك، ايه الحاجة اللي انت عملتيها علشان تكوني افضل نسخة من نفسك. واوعي تيجي تسألي نفسك السؤال ده تلاقي مفيش حاجة، لا ساعتها انت فعلا لازم تراجعي حساباتك. اقعدي مع نفسك واسألي نفسك هل الحياة اللي أنا عايشاها دلوقتي دي بكل اللي فيها ده ممكن أبدلها مع حد تاني؟ أبدل الباكج كله، حياتي كلها بكل اللي فيها، هل هتقدري تعملي كده؟ وشوفي لو ليه، ولو لأ ليه. واللي عايزة أقولهولك إنك غالبا هترضي بالباكج بتاعك. وأخيرا اقعدي مع نفسك واسألي نفسك انا عايزة ايه من الدنيا دي؟ عايزة كتاب حياتي يبقى اسمه ايه؟ لازم اعرف انا عايزة ايه من الحياة دي. فلازم حبيبتي كل فترة تقعدي مع نفسك وتسألي نفسك وتشوفي ايه اللي المفروض ان انتي تشتغلي عليه. وبس كده حبايبي، اشوفكم باذن الله فيديو جديد. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو انت اول مرة بتشوفوني، و باي باي.